للتفاعل مع برنامج عندي ما نقول لك يوصلنا بالفاكس أيضا عن طريق الموزع الصوتي وعن طريق الاس ام اس، يوصلنا من أوروبا من المشرق العربي وأيضا من المغرب العربي كما الجزائر مصر موريتانيا ليبيا وأيضا المغرب. الليلة عندنا حكاية من الجماهيرية الليبية. تصوروا تلوج على ولدها عندها 56 سنة مرتوش 56 سنة، وتخيلوا عمره قديش إذا كانوا موجودة بطبيعة الحال. مباشرة نستقبلوا من الجماهيرية الليبية خالتي حليمة العباسي. هاي خالتي حليمة، خلنا نطلع لك خالتي حليمة. هاي ايش بحذايا، ايش سايس روحك. هاي يا خالتي حليمة رد بالك. فوالا شد عندي شد فوق. هاي يا خالتي حليمة. فوالا هاي يا خالتي حليمة. يا سلم الوليدات. هاي يا خالتي حليمة. يا سلم الوليدات يا رب. هاي للحطة. يا سلم الوليدات. هاي يا خالتي حليمة. هاي ايش بحذايا. استنى نسكتك، استنى. ايش عندي زيد اطلع. هي اقوى من هكا. هاي فوالا. لا الفوق عليك. زيد اطلع زيد. هاي اقعد بحذايا. اقعد فوالا. صحيح. يا سلم الوليد. محلى لبستك يا خالتي حليمة. هذه لبسة ليبية عادة. طرابلسية هذه. مرحبا بك خالتي حليمة. قداش عمرك خالتي حليمة؟ ولادي ما قلت لك نجيب الواحد في يدي باش تعرف عمري، ما نعرفش عمري. عمرك 56 ونزيدوهم 20 تقريبا. مرحبا بك. تقريبا 80 سنة. ربي يطول لك في عمرك خالتي حليمة حتى نتعرف على حكايتك أكثر. سلم الوليدات. بالفعل حتى نتعرف على حكايتك أكثر مباشرة نشوفوا هذا التقرير. طب خالتي حليمة 56 سنة ما شافتش ولدها، 56 سنة وما نسيتوش. خالتي حليمة عمرها 78 سنة، ما زالت تتذكر ولدها محمد التليسي. آخر مرة شافته كان عمره 6 سنين، واليوم لو كان عايش يكون عمره 62 سنة. خالتي حليمة أصلها من ليبيا وتولدت في القصرين. عرست وهي صغيرة بعبد السلام وجابوا عام 47 ولدهم محمد. العرس كان فيه برشا مشاكل وبعد 6 سنين صارت طلاق. حليمة مشيت ليبيا وعرست مرة أخرى وجابت 4 أولاد، لكن رجلها كان صعيب وما خليهاش تخمم حتى باش تلوج على ولدها. عام 2000 رجلها مات. حليمة جات تلوج على ولدها محمد وتحب تعرفه بأخواته، ولكن من غير فايدة. تلوج على رجل كبير ما تتذكر كان شكله هو طفل صغير. 56 سنة تعدات وحليمة عمرها ما نسات. الليلة خالتي حليمة جاية تلوج على ولدها محمد وتحقق أمنية عاشت معها أكثر من نص قرن. الليلة خالتي حليمة تنجم تحقق أغلى أمنية في حياتها. خالتي حليمة جيتنا من ليبيا خصيصا البرنامج عندي بنقول لك من ليبيا. ايوه باهي. وين تسكن في ليبيا؟ في طرابلس العاصمة؟ في طرابلس سكة في العاصمة. في العاصمة في حوايز العاصمة الليبية. ايوه. هيا لا مرحبا بك. كيفاش خليت ولدك خالتي حليمة وبعدت عليه؟ مكتوب ربي صغيرة وتايمة ما نعرفش. اي وهو مسكين الله يرحمه انت ما طول العمر. شكون هو؟ الراجل اللي كنت الراجل اللي كنت ماخذته. اي قاعد على كل ولادي صغير اللي يرزع. اي اللي يرزع خليته حتى هو على رزاعة الحليب. من كلمة واتت تضربني بكف. اشهد بالله ونهاني يعلم الله بحالي. وانا كبيرة تو مش صغيرة. ضربني بكف وانا طرت. هاك الفوطة في يدي وانا خش الخلا نجري. يا حليل يضربني وخشيت الخلا. مشيت لاختي مشيت لها على كرعية نجري كاكا طايرة كالفرخ. ما حملتش كيفاش يضرب. نجري ونقولها ضربني. قول لي وين ضربك؟ كيفاش ضربك؟ اختي اكبر مني كيفاش ضربك؟ نقولها ضربني. يقول لي وين ضربك؟ وانا ارتحت شوي من الجري وكل شيء. قلت له ضربني على حنكي كف. ضربني كف على حنكي. طرت كتر هذيك. ايش عملت بقى؟ قعدت عندهم نهارين. ونهار الثالث مش يجيبوني كنساء كيف الوجه المؤمنين الكل. مش يجيبوني كنسايات وبيردوني لوليداتي. يمشي هو سبحان الله باش تشبح المكتوب كي يفرغ. يمشي هو يشكي فيا. يشكي فيا للمعتمد القاضي حذانا. حذا القصرين هك الولايه حذانا.
قال لها ريت المراه هذه تو شو نقول نمره كبيره طمح. اي طمح وهربت على الاولاد وخلتهم. جاني الحرس وجابني الحرس، بديت نرعش، قلت له مش قتلني مش نموت، خفت منه. قال لي لا يا اختي ما تخافيش، رانا غريب بك القاضي، ما تخافيش بنتي. شو عملت بعدها يا حاج؟ اي انت يتيمه ما تخافيش. جابتني الكهرباء، نزلوني فم الباب، قعدت فم الباب بديت نرعش، نقول لكم قبقب. مشي بعث له هو الراجل، جابوه الوليد هذا اللي حي تو ان شاء الله حي يا رب، شاده في جلاله في بلوزه بوه من هنا وجا للمحكمه. هو خش للمحكمه وانا نرعش كرعيه، ما كل لقيت شقه راني خشيت فيها من الخوف. جات نقولوا مش يوميه، نقولوا مسلمه. جات قالت له هذه اليتيمه هذه ما عندهاش فاميله ويتيمه مسكينه، فمها مسكر. نمشي نشري في العظام لبنتي 100، جابت هي 100 في نهار واحد. نمشي نشري منها في العظام ونشري من الناس، ندهم عليها نلقاها لابده كدجاجه. قال ما عندهاش لبليب كيف الناس الدجاجه لابده. قالت له مسكينه يتيمه ما عندهاش فاميله. هي كلمات تلغت عليه بلغيتها، وانا قلت واك حلالي. الراجل جيته وهذاك يذبح يقطع ونموتني، حطني على الطاوله يجردني الحمد. برك الله تتذكر تقص عليه تحكي لكم في فيلم فتح حليمه راه فيلم اللي صاير الحق العبد نتاع ربي. وين خرجت كرميه ذيك لغت عليه فهماته فهم عليها. قال لهم ايات نداها بنتي نداها. قلت نداه هو الاول الساعه. هو جاه والولاد قال حليمه. عيط مسكين قال يا حليمه، ريتها في بلوزه بوه. ما بيش حتى نبكي من الخوف. وراك جاه ونجاه. قالت تعالى جاي نال الكرسي هذا مقعمز عليها لمنا هذا مقعمز عليه. قال لي اليتيمه نبوها ما عندهاش بو يتيمه نبوها. ونقول لك يا رحمه بك الكف. هو ضربه بالكف وانا قلت واك الراجل ضربه بالكف ني مش نموت، نتقطع فوق الطاوله هكا يجردني. يا ماتي بديت نرعش. تمثل غلطتي والله مثلك في الدور عرفت. وبديت نرعش. يقول لي الراجل حذايا يا بنتي ما تخافيش بنيتي راه حقك، انت يتيمه انت خذي حقك راكي يتيمه بنيتي راه خذي حقك. ونقول يا عمي يا عمي يا مامي يا عمي بيقتلني يا عمي بيقتلني يا عمي. قعدت شوي قال لي هاي كلميني بنتي ما غادي. كلمته قلت له يا عمي ضربني يا مامي. قال لي ماما انت طلعي خوي عندي خوي صغير اقل مني على راسي. قلت له نمشي مع خوي ضربني. قال لي بري مع اخوك. قص فلات ورايح حذانا، ركبنا في البابور وجينا لسبيطله، نزلنا في سبيطله وبعث لي خذا سياره روحنا لسفاقس. هاك المروحه بنت المروحه بالوقت ما عادش وليت ولدك قعدت لين جيت ماشي لطرابلس. ونمشي لطرابلس اختي اكبر مني قاعده هنا ما لحقتش. صورت البنيه هذه اللي رثت اول خوافه صورتها هنا في حجري، والكبيره قاعده هنا على ركبتي. زوز بنيات خذي الصوره والبشكير هكا عليهم، خذي الصوره. روحت لباها اختي قالت لها امانتك واخوياتك روحوا ليبيا. مشيتوا لليبيا يا حاج؟ اي مشينا ليبيا. علاش مشيتوا لليبيا؟ خلاص روحنا مالي نروح هكا مالكم روحوا. ايوه والراجل نايلي الواخذاته نايلي روح بيا. اي قال لي انت ما زلتي تو بعثت انت ليبيه جنسيتك ليبيه؟ اي ما حطوا ليبيا. اي روحت لبلادك. اي قال لي انت تو هو راجلك كان ليبي ولا تونسي؟ هذا تونسي الله يرحمه. اللي الله يرحمه الاولاني تونسي. تونسي الله يرحمه. والثاني خذيت لا ليبيا ذاك. باهي كملت حياتك انت. ايوه. قال نبعث الرساله. كيف جتنا الرساله لولا جت باهي، جت تك الرجال كلها في الدكان كلها كتبوها وبعثوها. هيا باهي الرساله الاولى والثانيه قطعت علي الرسائل اللي بعثوها ما عادش تولي. ما عادش. قلت ولادي اندرا تغيب اندرا مات اندرا جبري على الله. شو بندير جبري على الله. كان ربي كاتب لي والله بنشبحه مش كاتب لي الله عند الله غالب. باهي يا حاج قعدتش تفركس عليه ولدك ولا؟ بعثت الرسالة اللي نعيت وبعث لي كانت السبب من البنية هذه. الله يرحم والديك ووالديها. كيفاش جاتك الفكرة باش تشارك في البرنامج هذا؟ الهاجر. لا مش هاجر هي اللي كانت لي سبب. مش هاجر يا حاجة. كيفاش جاتك الفكرة باش تشارك في البرنامج هذا؟ نشارك من الله غالب من كبيتي شعلت على وليدي. فرجت فيه في ليبيا انت؟
تفرجت فيه في ليبيا؟ وشنو؟ البرنامج هذا تفرجت فيه في ليبيا؟ ما نعرفهاش وليدي هنا بكل، ما نعرفكمش بكل، هذه اول اللي جايه. كيفاش اتصلت بينا مال؟ اتصلت بكم من مفتاح ومن بنيه هاتف. قالوا لك راهو فما برنامج في تونس فيه كذا كذا. سمتكم انتم وقلت لك الولاد. هو عندي ما نقول لك. ايوه كانت سبب من مفتاح ومن بنيه. هذه هاجر بنتك. ايوه هذه جربتها. أيوة. الله يرحم والديها. بنتك هي اللي تفرجت في البرنامج. بنتك هي اللي تفرجت في البرنامج وحابت توصلك لنا. تبعني يا حاج. ونسيبي هذا نسيبي مسكين، خلى وليداته وبنياته جاي معيني. عندك 56 سنة. عندك اللي فهمته انه عندك 56 سنة ما شفتش ولدك. ولا ما أيستش ولا شفت أيست. قلت بالك ما يتفرد المرة، وين ندري على الدنيا؟ ما ندريش على الدنيا. سبق الخير انت يا حاج. ربي سبحان الله وان شاء الله يكون الخير. لا سبق الخير. هاك مازلت شادة صحيحتك. شادة صحيحتك ولا هي بروحك تبارك الله. الحمد لله. هسك شباب مازلت. الحمد لله. شنو ما 76 ولا 77 الحمد لله. ان شاء الله يا وليدي. لا بأس مجمعكم ان شاء الله بركة الناس يا كلها. ربي نتمناه. يا والله نتمناه انه الليله نجيبوا لك ولدك ونفرح به يا ربي. ان شاء الله يكون حي على قيد الحياه يا رب، ويجيبوا لك ولدك الليله في برنامج. عندي ما نقول لك بعد 56 سنه يعني افتراضا عمره تقريبا بين ال 76 و 80 سنه. يلا وليت حيه بعد ان شاء الله يكون على قيد الحياه وان شاء الله يكون موجود في برنامج عندي. الحمد لله. ما نقول لك. ايوه الله ينورك. يعيشك يا الله ينورك. يعيش. الله ينورك. الله استنى تو خالتي حليمه. الحمد لله. قل لي تزغرت على شكون؟ تزغرت على شكون؟ على مجموعكم، على مجموعكم، على حكومتكم، على خيركم اللي درتوه، على خيركم اللي درتوه، وتسبق في الخير نلقاو على خيركم اللي درتوه. يعيشك يا ايوه يعيشك. خالتي حليمه جيت الى برنامج عندي ما نقول لك، وغريبه هذه من الغرائب في برنامج عندي ما نقول لك. جات تلوج على ولدها عندها 56 سنه مرتوش وما شافتوش. صار طلاق بينها وبين زوجها التونسي السابق. غادرت تونس نحو الجماهيريه 56 سنه من الغياب. ولدها مرتوش تحب تشوفوا الليله في برنامج عندي ما نقول لك. واللحظات الحاسمه مع الزميله سميره المقرون في اللوج دو مكياج. سميره عسلامة عليك. نخلي لك الكلمه. انا في العاده نقول لك اي راه عندي ضيف، اما اليوم مش نقول لك لا. راني عندي زوز ضيوف بحذايا. زوز؟ اي سي محمد العبيدي وبنته. مرحبا بكم. سي محمد كما اليوم جيتونا من القصري. ما تغش انت خاطر ما شفتش الماتش. قال لي غدرتوني جبتوني ما شفتش الماتش، انا هكا منعت القصري. مبروك عليك. سي محمد انت متقاعد وعندك 5 صغار. 5 صغارين. ربي يفضلهم. يعيشك. واليوم جيت فما شكون عنده ما يقول لك وما عندك حتى فكره. ما عنديش حتى فكره. شنو بنتك جبتها معك علاش؟ باش تعاونك؟ باش تعاوني شويه. باش تعاونك تشجعني. ديما مع ابوك؟ اكيد ديما معاه. ديما. باهي مالا خليك تفضل بحث عليه. ايوه. مش تعرف شكون اللي مصدقك. تفضل. بسم الله. مرحبا بك سي محمد. وجبت معك بنتك. انت بنته. مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك سي محمد. جبت معك بنتك علاش؟ باش تعاوني شويه. باش تعاونك وحدك ما تنجمش. ما نجمش. بالكل بالكل. ما تنجمش وحدك. ما عنديش. مرحبا بك. زعما شكون اللي طلبك في برنامج عندي؟ والله ما عنديش حتى علم. ما عندك حتى فكره. على كل باش نقدم لك الان مجموعه من المؤشرات، ناس باش يحكوا معك ربما يقربوا لك او يعرفوك بشويه بشويه على الشخص اللي موجود خلف هذا الستار واللي هو جايبك في برنامج عندي ما نقول لك، واحنا جبناه لك خصيصا حتى تتقابل انت وياه. شوف معي المؤشر رقم 1. طب سي محمد، كيف واحد يضيع حاجه عليه ما يلوش عليها؟ اي ايش باش نقول لك؟ ما عنديش على. نسيتش حاجه ضيعتها وما فركستش عليها؟
نسيت. عندي اهلي ما فركتش عليهم. عندي برشا ما هونتش عليهم اخوتي. ما نسيتش حاجه مثلا؟ مش بشرط هي حاجه ملموسه انسان او شيء من هذا القبيل. ما عنديش ما نسيتش. باهي المؤشر رقم 2 يلا. سي محمد وش يقولوا صغير ثبات انت تثبت شويه على طفولتك؟ لا اله الا الله. تثبت شويه على طفولتك؟ ممكن. ها؟ ممكن شويه تعرف تفاصيل على طفولتك؟ ممكن نعرف تفاصيلها ممكن لا. قرب لكش هذا الشيء شكون؟ لا شيء. المؤشر رقم 3 والاخير. طب سي محمد ينجم عاطف الاب يعوض حنان الام؟ ها؟ الام يبقى عندها تقريبا 50 سنه ولا قديش ما نعرفهاش. ما تعرفش امك؟ ما نعرفش. وعلاش ما تعرفش؟ ما اتصلتش بهم هم كيف ما اتصلوش. ما تعرف حتى تفاصيل؟ ما نعرفش حتى. شاهد معايا الشاشه وتشوف معايا شكون استدعيك في برنامج عندي ما نقول لك وقول لي شكون. لا اله الا الله. ممكن العزوز ممكن خالتي. مش نقول لك. خلتني صغير ياسر. باش نعطيك خبر ان شاء الله خير. كونفيرمي باهي. مؤكد سي محمد، هذه امك السيده حليمه هي والدتك الحقيقيه، والمراه هذه امك. باش ما تقعدش شاكك وداخل بعضك. المراه هذه امك. اول مره تراها؟ اول مره نراها. هذه اول صوره تراها؟ اول صوره. مش لا مش ما نخليكمش لانه الموقف يبدو صعيب شوي، مش ما نخليكش انت تدهدس وهي تدهدس. صحيح. هاو قلنا لك هذه امك. والله. سيدة حليم، خالتي حليم. نعم. ريتوا السيد هذا؟ لا. شفتوا السيد هذا في التلفزه ولا؟ هذا يا ولدك اللي انت تلوج عليه عندك 56 سنه. قاعده تشوف في التلفزه ولا؟ ها؟ هاو باش يجيك يا خالتي حليم. خالتي حليمه صعيب عليها شويه الحكايه. خالتي حليم نعم. تبعني مليح. ايه. ريتوا السيد هذا؟ ايه. ها شفتوا هذا؟ هذاك ولدك اللي تلوج عليه. يا سعدي يا رب. ما فهمتش؟ هذاك يا خالتي حليمه. استناني اعذرني. ايه. هذاك يا ولدك اللي تلوج عليه عندك 56 سنه. مدة عمري. مدة عمري. مدة عمرك هذا اللي تلوج عليه. ها قيل هولك لهنا. الحمد لله سلمكم يا رب. يعيشك مش انا بارك فيك يا رب. كلكم سلمكم كلكم. باهي خالتي حليم. الله يحفظك. من غير ما نطول عليك تقف بحذاء. بعد 56 سنة. نعم. خالتي حليمة. يا نعم. نجم تقف انت ولا نجي نوقفك انا؟ اقعد على روحك. بعد 56 سنة. ايوه. 56 سنة. ما عمرك ما صدقت على روحي بنشحة حي. باهي لحظة يا خالتي حليمة. الحمد لله. ما عمرك ما ريت صورة امك امام عينيك. شيء. ما عمرك ما حسيت حضن امك طول. ها في حياتك كاملة. ايه. الحمد لله. برنامج عندي ما نقول لك باش يعطيك الفرصة هذه انك تحضن. الله يعطيكم النوار. لأول مرة في حياتك. الله وتحس ينوركم. الشعور هذا. يفتح هذا الستار. الله ينور. يفتح الستار. يفتح الستار. تفضل. يا مخي. حاجة الباب الحمد لله. نرجع لمينا البعض. الحمد لله سي محمد. سي محمد. الحمد لله. نعم. الحمد لله عليك والحمد لله عليها. اقعد تفضل. اقعد. تحية كبيرة اليوم. هذه يسعدني يا رب. يسعدني يسعدني النيات يا رب. يسعدني النيات.
عندك خويين عندك خويين سي محمد عندك خويين عندي امك سي محمد ما تجي ذاك ربي يخليها الغابة هي قعد بيسالي شيء امك ربي يخليها حيه ان شاء الله. باش نزيد نعرفك نزلنا توا تلمتوا ثلاثه، عائله تلمتوا فيها ثلاثه، باش نزيد نعرفك سيدي على اخواتك. ها امك ما حبتش بعد عمر طويل، في نهايه الامر بعد عمر طويل. حابه تتعرف الاولاد بينات بعضهم والاخوه بينات بعضهم. مباشره نستقبلوا إن شاء الله. اخواتك الزوز ان شاء الله. هاي تفضل تفضل يا مدام. تفضل يا فنان تفضل. تفضل مرحبا. ما تعرفوش بعضكم، هذا اول مره نستقبلوا بعض. عايز الحمد لله. تتفضلوا غريبة الدنيا. الحمد غريبة الدنيا لله. في نهاية الأمر. الحمد لله. حلوة الدنيا. الله يا تفضل رب تفضل. الحمد نعمل لله. تصويرة كاملة يا جماعة، صورة كاملة صورة كاملة الحمد لله حتى تكون الصورة كاملة. الحمد لله يا رب. نشكر فضلكم، نشكر هاجر. فضلكم وبرنامجكم، هاجر. نشكره الحمد أنت اللي لله اللي كنت سببتي هذا. ميتة وليت حية. يا هاجر أنت اللي كنت سببتي هذا. هادي هاجر أنت اللي كنت سببتي هذا كله. أنت شفت البرنامج وأنت عودت لأمك وأنت شجعت أمك وأنت اللي جبته. إن شاء الله. ها؟ كلها تجريبية هي دارت بك تجريبية هي وخويا حتى خويا يلا هي. جهدك ما ضاعش بلاش. الحمد لله الحمد لله. بحركة إصرار اللي يهم في العملية هو الإصرار والقدرة والنوايا الطيبة. الحمد لله. بنية طيبة وإصرار طيب. الحمد لله. هتشوف رجعت الولد الحمد لله. لأمه ورجعت الأخوة لبعضهم. لو كان طفيت الضوء كما يقولوها بلغتنا العامية وعملت رحت ما في بالك ما كان الحمد يصير حاجة. لله. تحية كبيرة للعائلة السعيدة. الله يعطيكم الخير إن شاء الله والبركة من الله يا رب. شكرا لكم مجنون. سمعتم؟ عايش يا حاجة هي صغرت لي عادي. هاي يطول أعمالكم وكلكم باهيين كلكم. هاي يا حاجة هاي. غريبة الدنيا بالحق، غريبة الدنيا لأنه تنجم الأم تفقد ولدها وما تلقى ولدها. كان وقت اللي يولي عمره 62 سنة. الليلة في برنامج عندي بنقول لك ريتو ولد يحضن أمه لأول مرة بعد 56 سنة من الغياب. فريق برنامج عندي بنقول لك ومش نشكروا في أرواحنا، ما هو الشكر لأرواحنا وعملنا. جاتنا مرة من ليبيا قالت عندي ولدي ما أعطتنا حتى شيء، كان اسم ولقبه اسم ولقب وغلط إبا القيناه. اوكي باش تشكرونا بارك الله فيكم، هذا واجبنا وهذه خدمتنا وهذا هدف من اهداف التلفزيون في نهايه الامر، انه يلتحم بالواقع وانه يخلي الصوره كامله. على كل الليله خالتي حليمه القات ولدها بعد تقريبا 56 سنه من الغياب. فريق برنامج عندي ما نقول لك القى لها ولدها. الليله كانت الصوره العائليه كامله، وهذا الكل بفضل مجهود بنتها هاديه وبفضل ايضا مجهود برنامج عندي ما نقول لك.